ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. شكرا للزميل أيمن جاد، الشكر كذلك لضيوفك في الاستديو. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حان الميعاد لنعيش ليلة أخرى من ليالي المواعيد الكبرى، وأي ليال أكبر في كرة القدم الأوروبية من ليالي بطولة دوري أبطال أوروبا. هنا حيث الأمل يتجدد، وحيث الأماني تكبر، والأحلام تترجمها تعابير الوجوه هنا في مدرجات ملعب تأتي والجول. الجول هي إلكاي يا غوندوغان، كيف أضعت هذه الكرة؟ كيف يرسل الكرة باتجاه هالاند؟ راح هالاند كاد أن يفعل المجنون، كاد أن يفعل السفاح، كاد أن كانوا لما ولا الذين لا يتواجدون من خلال هذا اللقاء. هنا رودري والراسية، هذه جول ضاعت ولكن ما زالت هالاند ماذا ضاعت هالاند، والتصويبة تغطية كانت موجودة. قد يندم سنحلق بالسيتي عاليا، ايرلينغ والتسديدة جول هالاند يعود، دي بروين، الله هالاند لا يتأخر إذا فتحت له الطريق، تبقى سالكة. نعم، هذا المجنون يسجل ثاني الأهداف بعد تسديدة دي بروين. هنا هالاند عاد ليسجل من جديد، يسجل الأهداف بقوة غاشمة وكأنه يغزوها. نعم، يسجل الأهداف بقوة غاشمة وكأنه يغزوها. نعم، هالاند يعود من جديد بعد لحظات من إحراز هدفه الأول، بعدما فتحت الطريق عاد ليسلكها من جديد، عاد ليضعها من جديد. هنا كيفن دي كاس الكرة، جريليش إلى هالاند ضاعت الكرة الماضية. هالاند كاد أن يسجلها، انطلاقة ومحاولة، إيدرسون هنا. هل هناك خطأ؟ حكم اللقاء أشار إلى استمرارية اللعب. تيمو فيرنر هو من تحصل على البطاقة الصفراء نتيجة الاعتراض في اللقطة الماضية. تمرير إلى إلكاي، غوندوغان، فرصة جول، هذا جول حارس المرمى دي بروين، فذلك دياش والراسية جول لمن؟ لروبن دياش أم أنه لهالاند؟ لكن الأهم بالنسبة لجماهير السيتيزنز أن الهدف الثالث قد سجل، أن الهدف الثالث قد دون، أن الهدف الثالث في شباك بلاسفيخ من جانب دياش ومن جانب هالاند. لا يختلف هذا الأمر بالنسبة لعشاق السيتي في الوقت الذي نشاهدون فيه ماركو روسي بحسرة. أتت العرضية من الركنية، من ثم الراسية، هل تجاوزت؟ يبدو لا. هالاند هو من سجلها. نعم، هالاند هو من سجلها. نعم، وبالتالي الهاتريك لهالاند. هنا لم تتجرب. الرابع يطمحون في مزيد، يسجلون المزيد. هذا هو السيتي، الفريق الذي لا يرحم حينما تتاح له الفرص. أو هذه المرة إلكاي غوندوغان هي السرية المانية زاحفة، استقرت في شباك مرمى الحارس بلاسفيخ. ماركو روسي ماذا سيفعل فريقه هنا؟ الفريق الذي يتعرض للانهيار بعد انهيار الشوط المباراة الأول. يبدو أن الانهيار أكبر في شوط المباراة الثاني من هالاند باتجاه إلكاي، من إلكاي غوندوغان. هالاند خمسة والرابع عن طريق هالاند، الرابع عن طريق هالاند. هالاند بأهدافه الحاسمة وبأهدافه الغزيرة في كل مكان يسجل وبأي طريقة
يسجل هالاند، يسجل خامس الأهداف، وفرحة الوالد هنا والد هالاند، رابع الأهداف، رباعية عن طريق هالاند. وأي عودة يا النرويجي، أي عودة يا السفاح. هنا وصلت الكرة من برناردو وكأنها هدية، خذها وسجلها، خذها وهاتها، وصلت إلى هالاند، تسديد قوي، أرضية ترسل، السادس الله 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 يا هالاند يحتفل وأنت ما زلت في هول الصدمة. نعم هو يحتفل وأنت ما زلت في هول الصدمة. هذا هو هالاند، أهدافه أقوى من الرصاصات. نعم أهدافه أقوى من الرصاصات، يسجل سريعا خمسة من جانب هالاند. شاهد الكرة وصلت إليه مثل ما كان يحب، سجلها مثل ما أحب ووضعها في شباك بلاسفيق. هات الخامس أنا هالاند، هات الخامس. ونبدأ بالصلاة على رسول